وما يمكنش يجي العيد وما يكونش حاضر الكعك الوجدي، يا إما المقرمش يا إما المخمر. واليوم غادي نوجد معكم وصفة جد رائعة للكعك الخامر أو الكعك المخمر. وقبل ما نبداو في استعراض المكونات والطريقه باش غادي نعدلو الكعك الخامر بلا ماشينه، ما ننساوش اننا نصليو على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واحتاجينا على بركه الله لواحد الحبه ديال البيض، كيكون الحجم ديالها كبير وكتكون بدرجه حراره الغرفه. نص كاس ديال السكر سنيده اولا السكر حبيبات، وغادي نحتاجو ايضا نص كاس ديال الزيت. من بعد ما خلطنا المكونات كما شفتوا معايا مزيان حتى ندمجوا مع بعضياتهم، هنا غادي نجيب كما كتشوفوا معايا هذه الكاسرونه اللي طيبت فيها الماء مع الحوايج ديال الكعك، يعني البسباس والنافع وحبه حلاوه. وضفت 2 كيسان ديال الماء ديال الزرارع. بالنسبه لذاك الماء كيكون دافي. غادي نضيف 2 معالق كبار معمرين مزيان من الخماره حبيبات. من بعد غادي نغطيهم وغادي نخليهم يرتاحوا اولا يتفاعلوا واحد المده ديال 15 دقيقه. وغادي نضيف 2 معالق كبار معمرين مزيان من الزرارع، محمرين اولا مصهدين واحد شويه مطحونين ومغربلين. وغادي نضيف كما شفتوا معايا كاس قل ربع ديال جنجلان محمر ومهرمش. وغادي نضيف تقريبا 2 معالق كبار معمرين مزيان من جنجلان محمر، ولكن كيكون هكذا وافي. صافي. من بعد غادي نخلط وغادي نضيف الدقيق. وهنا كما كتشوفوا معايا انا عندي 500 غرام ديال الدقيق، بطبيعه الحال نوعيه جيده ومغربل. وهنا غادي نكمل على ديك 500 غرام ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نبدا كنضيف وغادي نقول لكم بالضبط شحال هز لي ديال الدقيق اولا الكميه ديال الدقيق اللي هزوا لي هاد المكونات اللي درت معاكم. وهنا راني زدت عبرت 200 غرام، غادي نضيف منها النصف اللي هو 100 غرام. صافي. وغادي نضيف واحد شويه ديال الملح، وغادي نضيف 2 ديال الساشيات ديال الخماره ما يعادل 14 غرام. وهنا القوام مازال ما تجمعش، غادي نضيف تقريبا واحد 3 ديال المعالق من الدقيق.
وهذا الشيء اللي بقى لي من 200 غرام اللي ضفتها في الاخير، تقريبا واحد 3 ديال المعالق اللي شاطولي، يعني درت 700 غرام من الدقيق ناقصه واحد 3 ديال المعالق. وهذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه كما كتشوفوا معايا. العجينه رطبه بالنسبه يعني العجين ما كندلكوهش بزاف، غير بمجرد ما تجمعوا الماشينه صافي كنطفي عليه، غير كتجمع العجينه ماشي كتدلك. وغادي نخدم بالعجينه مباشره، ما غاديش نخليوها تخمر. انا هذه هي الطريقه ديالي في الكعك المخمر، يعني كنخمرو مره واحده، ما كنديرلوش الطريقه ديال الخبز. كنجيب العجينه كنخدم بها بهذه الطريقه اللي غادي تساعدكم بزاف، ولو انكم ديروا كميه كبيره غادي تكملوه في واحد الوقت قياسي. والعجينه رطبه وكتساعدكم انكم يعني تخدموها بلا ما تحتاجوا للماشينه. كنقطع حرابل كما كتشوفوا معايا، من بعد ما درت العجينه سرحتها على شكل مستطيل، كنقطع يعني هكذا حرابل متساويه. صافي، ومن بعد غادي نبدا كنشكل بكل سهوله. وكنجيب داك الحربول الاول كما كتشوفوا معايا ونبدا كنشكلو، يعني كتكون يدي خفيفه على العجينه. صافي، ومن بعد كنجيب الموس كما كتشوفوا معايا وكنبدا كنشرط. بالنسبه للكعك يعني الطريقه راها معروفه وسهله في نفس الوقت. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب، غادي تسخنوا الفران مزيان قبل ما تدخلوا يعني الكعك ديالكم يطيب. تقريبا واحد 10 ديال الدقائق والفران ديالكم كيسخن. من بعد غادي تنقصوا له البوطه، غادي تخليوه غير على 160 درجه باش يطيب على خاطرو ويطيب من الداخل. ما كيديش بزاف ديال الوقت اخواتي، غير تقريبا واحد 8 ديال الدقائق كيكون واجد، يعني طايب من التحت ومحمر من الفوق. في الاول كتشعلوا له يعني الفران غير من التحت. كي يبدا يعني كيتحمر، غير يبدا يتحمر، ماشي حتى يتحمر عاد تشعلوا له من الفوق، تما غادي يتحرق من التحت. غير يدخلوا الطياب ويبدا كيتحمر من التحت تشعلوا له من الفوق باش يتحمر. الا خليتوا الكعك ديالكم يعني حتى تحمر من التحت عادوا تشعلوا له من الفوق، فغادي يجيكم محروق من التحت. يعني يعني غير تشوفوه دخل له يعني الطياب، وبدا غير بدا كيتحمر من الجوانب، تشعلوا له حتى من الفوق باش يطيب في نفس الوقت من التحت ومن الفوق، او لا عفوا باش يتحمر يعني من الفوق ومن التحت. وهنا انا غادي نديرهم مباشره في الصواني اللي غادي يدخلوا الفران. فرشت لهم ورق الطبخ وحطيت الكعك ديالي كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نغطيه مزيان. وهنا من بعد ما خمر غطيته مزيان كما كتشوفوا معايا، لان البروده ودرته في واحد يعني درته في الكوزينه حيت كنطيب فيها وكتكون شويه حاميه. غطيته مزيان كما شفتوا معايا باش يخمر تقريبا واحد 5 ديال السوايع.
صافي وغادي نبدا كنطيبو. وهنا اخواتي من بعد ما جبت الثوم الفران غادي نغطيه بواحد السربيته باش يولي عليه داك الصهد ويرطب. هاد المرحله عاوتاني راها ضروريه باش يجيكم الكعك الخامر رطب ما يجيكمش قاصح.